دمتي ديمقراطياويت إرترا دمتي ديمقراطياويت إرترا بتغرينيان عربينيان زكالح دمتي حارنتن فتحن ديمقراسن لعلنا حقن أب إرترا كبرات خطاتلتي مدبات دمت ديمقراطياويت إرترا أبمول عالم تركبو كما يتغنيو دمت ديمقراطياويت إرترا أبنايلو معالتي ترخبون تنتنان زبل مدبا كال أي ملأختين بدكتور أبي أحمد حزات لكم تقرب سناي مكتتال كال أي ملأختي دمت ديمقراطياويت إرترا ناب دكتور أبي أحمد أب فينفيني زتسرحي حولتي راس تفري قدسنتو زمل كديو ويسرحو هياو كوينو نبر تباهيلو زتسرحي مبرهي مجمريانتهم زي فلتو راس تفري شمناي حتسي هايدا سلاسي مخانو نفلت راس تفريانس زبهالو دما شموم كابوز واتسخوينو نهايلا سلاسي كم يسوس كريستوس مدحانينا ايو بمالت زملخو سبات ايوم انت فينفيني زبل شم بغانقا رومينيا خوينون عديس آبا زتواه بشم ايو كساب لمون عديس آبا بأرومو فينفيني تباهيلا تتوى دحرز مبرهي ابكند قدائنا خنملس نسود ما أبي أحمد مستقومتي إثيوبياوان أبزقبرو ركب بزعبا مسرح حولتي هاتسي هايلا سلاسي أب مدبر حبرات هاقرات أفريقيا أملكيتو خزارب كله بزخون أكال نهايلا سلاسي بحماق ملعل ني إثيوبيا مدفار مالت إيو إثيوبيا كم بتتان زتمحرت هاقر إيا كمو انت زي كون إثيوبيا نشح عمتات حدنة حلياق تنبر أي مخالتن كايدي مؤزوزنت بتيخو كاب حقفو أديو زواتسسب دما عب حقفو أديو نخملس ناي جيزي حطو تراي إيو زدلي إلو تزاريو لكعيو قدماي منستر أبي أحمد أبزيني إثيوبيا بزح بالدهوتات زقات مدلو زلو أوان كم مراحينا يزهاجر زترخبع عدلات تتقيمو حدنة إثيوبيا نمعقاب قدا إثيوبياويان حدنة هاجروم كبارات عن سمعتاتهم كالعلن قدن إيو يخون مبر كم ززع مسألة زربا بتخاتاتالي سرعتات إثيوبيا هايلا سلاسون زلوهم نعمائت عامتات أبلع الهزبي كون إلكازو ردوو زي فتحاوي تكبارات إيو مالت چقونان أفلالاين حسمن زحادقو أسرات كم ززع مسألة زربا بقللو زشفن وي زرسع أيكونن انت نهات هايلا سلاسي حاولتي مسرح كاوشتاوي قديتاتات زيادة قداماوي قديتاتات زمتصو نقر كخوني خيل بحالتينا مهنياتو لما مسمى مسرات حدش هنسا مدبر حورات هاقرات أفريقيا ناي أفريقيا مرحتينا توم مسرت تحدنة أفريقيا ناي مذكرت حاولتتات كسر رح مزداليو هايلا سلاسة دما حد خاب أمس لزغوني نزنجر مسوشت أو قدايات إثيوبيا زتأساسر يخون مبر أبقال متأيق تغلاي منستر أبي أحمد زقر من زسدم من نجر زي خمزز عمسالة قداي بدرجة وتأن وشتن كم تصوز إلناي زي مقبال قبر ملسي ساقير كامل زراب إيو حق إدم ما إيو هاتسهاي لسلاسي كم كلهم مرحتينا تتصبقن حماغن علوه كابزب مبقاس دما بوشت أو مداي أبناتو زمن منقسته هزباو صوراتاتن حد وقعاتن زلعا عليه بزوح قفعتاتن جكونان تفتسيمويو بمليونات زغط صورو أملا إثيوبيا بفلاي دما أوروميا تقراي صوماليان عفارن ولون بتمية تعاتيدوم إيو كمتا أب موداتا أبشحن شعاتميتن 40 شوعاتن نسرعاتو زدمسس نايدرق حيدي تخاتاتالي وتهدراوي علواتات تفتينويو اتزاقرم دما نسرعات هاي لسلاسي زدمسس نايدرق وتهدراو حيلي
اتي مسورة إرترا زقدم زنبر كالأي كفلت أرب منبارو بلي أقالبو زحطت قداي إيو سلازي تغلاي منيستر إيثيوبيان هايل سلاسي بحماق ملعلن إيثيوبيا مدفار مالتيو مبالو ناي منصاغو وي مقبالو قداي قدمي كاب وصائي منصو بوشتي بإيثيوبياويان زتنصغن زي قبلن نجر إيو مخنياتو نمثالي دقي أورومو اتي أبلعليهم لعلي مهراتومن بوليتيكاو تنقاسقستومن زتفتصمه قفعتات زرسع يكونن كمو دما عبيتي عدينا أورومو بجيزي هايل سلاسي أبجما بقانقو أمحارنيات فنو زنبرت بجيزي مقزاتي إيطاليا زغومت مدبر راديو مستعد صوت مخنياتون مفلادنا بهايل سلاسي خيدو مسحاتتو هايل سلاسي قانقوا أورومينيان راديو سلازبالاشو تطو أبيلنايو إلوز ملسلوم ناي نعكت ملسي أيرسعوني كمو دما خالوتنا إيثيوبيا هزبتات أب سوماليا تግራይ ወሎ ዓፋርን ደቡብን ኣብልዕሊኦም ዝተፈጸመ ጭቆናን አረሜናዊ ተግባራትን ብዛዕባኦም ዘይምግዳስን ምድንቋሮምን አይርሳዕን እቶም ኃይለ ሥላሴ እንዳረአየን እንዳሰምዐን ብጥሜት ተጠቂዖም ዝተለሐሱ በሚሊዮናት ዝቁጸሩ አህዛብ ንምርዳእ ዘይምግዳሱ እውን ዝሕከኽ አይኮነን ስለዚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ ግዴ ኃይለ ሥላሴ ይኹን ንግስነቱ ዘለዎም ተረድኡ ሓደ ከም ዘይኮነ ንስኻ ቅድሚ ካልኦታት ፀቢቕካ ትፈልጦ ጉዳይ ኮይኑ ንዕኡ ናይ ዝኽሪ ሓወልቲ ምስራሕ ብዘይገድስ እውን በቲ ዝተጠቐሰ ምኽንያታት ካልእን ሓደ ዘይምዃኑ ፍሉጥ እዩ ይኹን እምበር ደቂ ኦሮሞ ብፍላይ ብፖለቲካዊ ምኽንያታት ነቲ ሕጂ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ኣምሓራን ዘሎ ጥንቁቕ ኪዳን ንግዚኡ ንምዕቃብ ኣብ ዝሓለፈ ታሪኽ መንጎ እዘን ክልተ ብሄራት ዝነበረ ዝምድና ደማው እኳ እንተነበረ ሸለል ይብልዎ ይኾኑ ስለዚ ድማ ክቡር ሚኒስተር ግላዊ ሚዛንካ ነዚ ፖለቲካዊ ኩንነት እዚ ኣጸቢቑ የጉልሖ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ኃይለ ሥላሴን ኢትዮጵያን ብሕማቅ ክለዓሉ ዘይትደል እንተዳ ኮይንካ ካብ መደበር ሓድነት አፍሪካ ኣብ ዝረሓቐ ቦታ ሃይማኖታዊ ቅዱስ ቦታ ምግባርን ኣብ ልዕሊ ቀብሪ ራስ ተፈሪ ህንፃ ምስራሕን የድልየካ ሽዑ እዩ ድማ እቲ ኣብ ጀማይካ ደቡብ አሜሪካ ዘሎ ንራስ ተፈሪ ቅዱስን መድሓንን ምዃኑ ዝኣምን ምንቅስቓስ ኣመንቲ ራስ ተፈራውያን ቀብሩ ክሳሎምን ክበጽሑን ዝመፁ ሽዑ ድማ እዩ እቲ ንራስ ተፈሪ ምኽፋእ ወይ ብሕማቅ ምዝካር ኣብ ክንድን ኢትዮጵያ ምኽፋእ ንራስ ተፈራዊነት ጥራሕ ዝኸውን ከምቲ ንስኻ ዝበልካዮ ንሽሕ ዓመት ወይ ድማ ካልኦት ከም ዝብልዎ ን3000 ዓመታት ሓድነታ ዝሓለወት ትብላ ዘለኻ ኢትዮጵያ ግን ሓቅነቱ ብዘይገድስ ኣብ ኣፍ ልቢ ሰብ ኩናት ብምትካልን ሃይማኖታውን ብሄራውን ባህላውን ቁጠባውን ፖለቲካዊ ምግፋዕ ብምዝውታር ንኣህዛብ ኢትዮጵያ ጥምየትን ድንቁርናን ፍርህን ሃይማኖታውን ዓለታዊ ኣፈላላይ ዘውረሰት ኢትዮጵያ ኮይና ክሳብ ሕጂ እውን ካብ ኣሰራቱ ኣይተላቐትን ዘላ ስለዚ ክቡር ሚኒስተር ሓደ ህዝቢ ይኹን ሃገር ብጓንጓ ፍኸራን ዕውር ምልዓልን ትርጉም አልቦ ጭርሖታት ኣይሃንጽን ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ትምኒትካ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ኢትዮጵያ ሓቀኛ ዱልዱል ሓድነት ንምፍጣር እንተዳ ኮይኑ ብርቱዕ ዱልዱል ሃገር ብጥዑም መደረን ታሪኻዊ ነበርያ ነበር ምትንታንን ዝመጽእ ኣይኮነን ከምንተ ዝኸውን ኣህዛብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕጂ ዘለዎ ኩነታት ኣይምወደቑን ስለዚ እቲ ዝድለ ድሕሪ ባይታ ናይቲ ሕጂን ኢትዮጵያ ዘሳቅያ ዘሎ ሽግራት መርሚርካ መፍትሕታት ምቕማጥ ጥራይ እዩ ከምቲ ዝበሃል ድማ ናይ ኢትዮጵያ ጂኦግራፊካዊ ህላዌ ካብ ዝረጋገጽ ነዊሕ ዓመታት ሓሊፉ ክነሱ ኣብ መንጎ ብሄራትን ሃይማኖታትን ክፍልታት ኣህዛብ ኢትዮጵያ ብዘይካ ምብልላዕን ደማዊ ጎነጻትን መንፈስ ዕብለላን ናይ ፍልጠትን ስልጣንን ድሕረትን ፈኸራን ዝተራእየ يلبون كم رئيتونا هركوت زتوهاد هزبي بناء عوج الروحتاتن عبزحي حيلي موكاسن بسلطان كام فراهن مجقوانن زي كونس بسممعن قنوع مرحن حقاو سرعاتن ايو زهنت كبر مينستر
ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ብወፃኢ ብፍላይ ድማ ብዓይን ህዝቢ ኤርትራ እንትኮይኑ ከምቲ ንስኻ ትብሎ ምልዓሉ ምኽፋእ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ናይ ውግእ ገበነኛ ደማዊ ባእታ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለየ ግፍዕታት ዝፈጸመ ቀታሊ መራሒ ገዛኢት ኢትዮጵያ እዩ ዝቁጸር። እዚ ድማ እዩ ብሓፂሩ ታሪኹ ምስ ህዝቢ ኤርትራ። ስለዚ ንሕና ናይ ዝግፍዐኛ መራሒ ሓወልቲ ኣብ ንኹሉ ኣህዛብ ኣፍሪቃ ዝውክል መደበር ሓድነት ኣፍሪቃ ምስራሕ ኣጥቢቕና ንኹነን። ኤርትራ ድማ ኣብቲ ንገፋዕትን መሳርሕቶምን ዘኽብር ማሕበር ኣባል ምዃን ኣየምሕረላን። ክቡር ሚኒስተር፣ እንተ ኤርትራ ብሕቑፉ ኣዲኣ ናይ ምምላስ ትንቢታትካ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ብሸፋቱ ሃይለ ስላሴ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ጃምላዊ ህልቀትን ምንዳድን ማሕረትን ምዝማትን ንስደት ምስጣሕን ፈጺሙ ኣይርስዖን እዩ። ነቲ ኤርትራ መሬት እምበር ህዝባ ኣየድልየናን ዝብል ዝነበረ ጭርሖ ሃይለ ስላሴ እውን ኣጸቢቑ እዩ ዝዝክሮ። ንስኻ እንተዳ ኮንካ ክቡር ሚኒስተር ካብቲ ታሪኻዊ ባህጊ ኢትዮጵያ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ተበጊስካ ከምኡ ድማ በቲ ዲክታቶር ኢሳያስ ንሃገራዊ ልኡላውነት ኤርትራ ብምድፋር ዝገብሮ ዘሎ ዝሕፍር ምንብርካኽ ተጠቒምካ ዝተፈላለዩ ቁጠባዊ ስምዓትን ውዕላትን ብምፍጻምካ ከምኡውን ኣብ ኣህጉራውን ዞባውን መዳያት ንኤርትራ ምውካልካን ሓደ ሰራዊት ንምህናፅን ሓደ ዲፕሎማስያዊ ወኪል ናይ ምግባር ድሌትካ ከም ዘለካ እውን ምግላጽካ ኣብ መጨረሻ ድማ ኤርትራ ናበዲኣ ኢትዮጵያ ክትምለስ እያ ኢልካ ብምዝራብካ ንሕልምታትካ ዓዊልካ ክትዛረበሉ መሰልካ እዩ። ክቡር ሚኒስተር፣ ደረጃ ሕልምታትካ ግን ለጥቕ እንተበለ ይሓይሽ። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ክሕደት ብንጹር ተረዲእዎ ኣሎ። ንስኻ እቶም ተኸታተልቲ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ብረት ንምዕዋቱ ዘይከኣልዎ ነገር ኢሳያስ ብክሕደትን ውዲትን ክፍጽሞ ምኽኣሉ ከምኡ ድማ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ብሓይሊ መሬት ክዓውቶ ዘይከኣለ ናይ ህዝቢ ምብራርን መተካእታ ምምጻእን ፖሊሲ ኢሳያስ ብዝተሓተ ደረጃ ክፍጽሞ ምኽኣሉ ኤርትራ ኣብ ኣዲኣ ትምለስ ዘላ ኮይኑ ተረዲኡካ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ንዓኻ ይኹን ንኢሳያስ ዘይበረሃልኩም ነገር ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ኤርትራ ከይተመስረተት ከላ ኣብ ዝተፈላለየ ወገናት ኤርትራ ንወራራት ገዛእቲ ኢትዮጵያ ክከላኸል ጸኒሑ እዩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ብወደባት ኤርትራ ኣቢሉ ንኢትዮጵያ ዝኸይድ ዝነበረ ኣቑሑቶም ከይተረፈ ቀረፅ የኽፍሎም ነይሩ። ነዚ ንምርዳእ ድማ ነዊሕ ከይከድካ ናይ ቀረባ ታሪክ ተወከስ። ከምኡ ድማ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ሰብ ዘይብል መስዋዕትታቱን ሙዑታት ደቁን ክቡር ንዋቱን ዝሃበሉ ጅግንነታዊ ቃልሱ ብፍጹም ዝርሳዕ ኣይኮነን። ብሰንክቲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተሰጋገረ ዝኸይድ ዝተናውሐ ስደት ዘሕልፎ ዘሎ ሓሳረ መከራ እውን ኣይርሳዕን እዩ። እዚ ኩሉ ድማ ምእንተ ሃገራዊ ነፃነቱን ሰብኣዊ ክብረቱን ኢሉ ዝሃቦ ዋጋ እዩ። ስለዚ كحتى يزجبروا انتجبروا تغمتاتهم نمعوات ون انت توايو حزب إرترا نهاجراو الأولونتو كم محلاو فلكت أيبلن إيو كبر منستر إرترانا بإثيوبيا تملس كساب شعود ما عد ما ينتهيبوكا حزب إرترا نراس تفراوينت تختلو هايلا سلاسي قدس مخانو مسأمنن عامت زسالم واللو حاولتي مسرحلو ترائيو زرقاقت زي الرقاقت مال الدما زبت إيو دمتي ديمقراسياويت إرترا انت أمريتيكون ما خو حمدنا أحلفنا ينهدن نتأماي بحرنا الذي دمايو ففكمنا يوبرت مسواتي خفلنا قربنا يحارنا حماسين سراي كولغو دايدنكل حماسين سراي كولغو دايدنكل من حرفين حتباركا داش كله متفاحل نعنتا أكب قداينا نحلل
كبرات سمعتنا نايلوم معلتي ناي تقرينيا مدبنا أبزين زازم ناب اتسالين عربينيا مدبنا نسقاقركم سنة مكتتال. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون في إريتريا، يبث باللغتين العربية والتجرينية. مستمعينا الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية ونقدم لحضراتكم التعليق السياسي التالي: إقامة النصب التذكاري للرئيس تفري مكنن في فنفنة، هل هو تقديس لذاته أم تخليد لدوره؟ رسالة ثانية إلى معالي رئيس الوزراء الإثيوبي دكتور أبي أحمد. توطئة: لمن لا يعرفون الرأس تفري هو اسم الإمبراطور الإثيوبي هايلي سلاسي، والذي اشتقت منه الحركة الراستفارية اسمها، وهي التي ترى في شخص هايلي سلاسي نبيا ومخلصا وتجليا للمسيح عليه السلام. أما فنفنة فهو اسم مدينة أديس أبابا العاصمة الإثيوبية بالأورومية، ولا يزال الأوروميون إلى اليوم يطلقون فنفنة على أديس أبابا. بعد هذه التوطئة ندلف إلى موضوعنا، وهو ما جاء في لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد مع أحزاب المعارضة الإثيوبية مؤخرا حول إقامة نصب تذكاري للإمبراطور الإثيوبي هايلي سلاسي في مقر الاتحاد الإفريقي، منوها في الوقت نفسه إلى أن الإساءة للإمبراطور من أي كانت تعد إساءة لإثيوبيا، وأن إثيوبيا عصية على التمزيق، ولو كان ذلك ممكنا لما حافظت على وجودها طوال 1000 عام كدولة موحدة. وأضاف أن من شق عصا الطاعة وخرج من حضن إثيوبيا يوما ما فليس بينه وبين العودة سوى الزمن. بالطبع من حق ومسؤولية رئيس الوزراء الإثيوبي ألا يفوت فرصة إلا ويستغلها من أجل تجييش عواطف الإثيوبيين لتعظيم مشتركاتهم للحفاظ على وحدة إثيوبيا التي تتهددها الكثير من التحديات في الوقت الراهن، غير أنه يصعب إخفاؤها أو تجاوزها بمثل هذه التصريحات التي لا تقيم عدلا ولا تزيل غبنا وظلما وتجهيلا متعمدا خلفته الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة بما فيه عهد هايلي سلاسي على امتداد إثيوبيا عبر القرون. أما مسألة إقامة نصب تذكاري للإمبراطور هايلي سلاسي ربما أملته ضرورات خارجية أكثر منها داخلية وفق تقديرنا، حيث من الممكن مع إنشاء مقر جديد للاتحاد الإفريقي أن يكون القادة الأفارقة قد تواضعوا على إقامة نصب تذكاري للزعماء المؤسسين للاتحاد الإفريقي، ومن بينهم بالطبع هايلي سلاسي. إلى هنا قد يكون الأمر شأنا داخليا إثيوبيا يمكن تفهمه، ولكن محاولة استباق ما قد يثيره هذا الإجراء داخليا وخارجيا من ردات فعل مستهجنة نحوه هو ما يثير الاستغراب والاستهجان معا في حديث رئيس الوزراء الإثيوبي. فمعلوم أن هايلي سلاسي كأي زعيم له ما له وعليه ما عليه، وانطلاقا من ذلك فإن عهده على صعيد الداخل الإثيوبي حافل بمظالم وجرائم كثيرة
أدت إلى ثورات شعبية وحروب أهلية ومجاعات أودت بالملايين في عموم إثيوبيا، لا سيما في أقاليم أوروميا وتيغراي والصومال والعفر، فضلا على انقلابات عسكرية متكررة نجحت في الأخير القضاء على حكمه في عام 1974. والمفارقة أن القوة التي قادت انقلاب نظام الدرج العسكري الذي أنهى سنوات حكم هيلة سلاسي كان قوامه الجيش الثاني المتمركز في إريتريا والمنخرط في مواجهة الثورة الإريترية، ولهذا دلالاته. إذن فإن اعتبار رئيس الوزراء الإثيوبي الإساءة إلى هيلة سلاسي هي إساءة لإثيوبيا بالتلازم في تقديرنا مرفوضة من الداخل الإثيوبي قبل أن تكون من خارجه، حيث لا يمكن أن ينسى الأوروميون الجرائم التي ارتكبها في حقهم وفي حق مثقفيهم وناشطيهم السياسيين، كما لا ينسون الاستخفاف بعقول أعيانهم الذين ذهبوا إلى هيلة سلاسي يوما ما مستفسرين عن سبب إغلاق الإذاعة الناطقة بالأورومية في مدينة جمة التي أنشأها الإيطاليون إبان احتلالهم لإثيوبيا، عندما رد عليهم هيلة سلاسي بالقول أن اللغة الأورومية تحطم الراديو ولذلك قمنا بإغلاقها. كما لا تنسى الشعوب الإثيوبية الأخرى في كل من الصومال والتيغراي والعفر والجنوب الاستغلال الوحشي والهيمنة القسرية والإهمال والتجهيل المتعمد وسنوات الجوع التي أودت بحياة الملايين من تلك الشعوب على مرأى ومسمع هيلة سلاسي الذي لم يحرك ساكنا لمساعدتهم وتخفيف وطأتها عليهم. لذلك نقول لك معالي رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، أنت قبل غيرك تدرك أن الإثيوبيين ليسوا على قلب رجل واحد إزاء دور هيلة سلاسي وحكمه، وبالتالي لن يكون موقفهم تجاه تخليد ذكراه من خلال إقامة النصب التذكاري أيضا موحدا للأسباب التي أشرنا إليها وغيرها، ولكن تجاوزا وانطلاقا من الواقعية السياسية ربما الأورومو يغضون الطرف عن هذا الإجراء لخدمة التحالف الحذر القائم بينهم وبين الأمهرة في الوقت الحالي، على الرغم من الصراع الدموي الذي صبغ العلاقة بين القوميتين عبر التاريخ. وموقفك الشخصي هذا سعادة الوزير يجسد هذه الواقعية السياسية خير تجسيد. معالي رئيس الوزراء، إذا كنت تريد أن يسلم هيلة سلاسي وإثيوبيا من الإساءة فلك أن تقيم مزارا دينيا وضريحا على قبر الرأس التفري وبعيدا عن مقر الاتحاد الإفريقي. عندها ربما ستجد حركة الراستفارية في دولة جامايكا في أمريكا الجنوبية التي ترى في الإمبراطور هيلة سلاسي قديسا ومخلصا تتخذ منه مزارا ومحجا، وحينها ستكون الإساءة للرأس تفري إساءة للراستفارية وليست لإثيوبيا. وأما التباهي بوحدة إثيوبيا على مدى 1000 عام كما ذكرت و3000 عام كما يذكره البعض، بغض النظر عن صحتها من عدمه، فلم تقم إلا على حد السيف والهيمنة والاضطهاد الديني والقومي والثقافي والاقتصادي والسياسي الذي أورث الشعوب الإثيوبية فقرا وجهلا وذلا وتمييزا على أساس العرق والدين، وما زالت تعاني من آثاره إلى اليوم. فالتباهي الأجوف والتحريض الأعمى والشعارات الزائفة لا تصنع أمة واحدة سيادة الوزير. معالي رئيس الوزراء، إذا كنت تتطلع إلى وحدة حقيقية راسخة بين الشعوب الإثيوبية فعليك أن تبحث عن جذور الأزمة التي تعانيه إثيوبيا وتقوم بمعالجتها بدلا من اللجوء إلى الخطب الرنانة واستدعاء الأساطير التاريخية. فلو كانت الأساطير تبني دولة فاعلة لما كان حال الشعوب الإثيوبية على ما هي عليه اليوم،
برغم السنوات الفلكية من التواجد الجغرافي كما تدعون، لم تراكم سوى الصراعات الدموية وعقلية الهيمنة بين مكوناتها القومية والدينية والتخلف المعرفي والحضاري. في تقديرنا التطلع إلى بناء أمة فاعلة ومتجانسة لا تبنى بشعارات المنتصر والاتكاء على قوة العدد وسلطة الحديد والنار، وإنما على التراضي ورشد الحاكم وعدالة الحكم. وخارجيا وتحديدا لدى الشعب الإريتري، فإن هيل سلاسي يعتبر مجرم حرب وسفاك وقاتل ورئيس دولة محتلة مارس أبشع أنواع الجرائم في حقه، سواء فهم ذلك على أنه إساءة للشعب الإثيوبي كما ترى أنت سيادة الوزير أم لا، لأنه ببساطة هذا تاريخه مع الشعب الإريتري. لذلك فإننا ندين ونستنكر بأشد العبارات إقامة نصب تذكاري لقاتل في عقر دار الاتحاد الإفريقي الذي يفترض أنه يمثل الشعوب وليس الحكام المستبدين. ولا يشرفه أي الشعب الإريتري أن تكون بلاده عضوا في اتحاد يخلد الاستبداد وأدواته. أما تنبؤ معالي الوزير بالعودة المرتقبة لإريتريا إلى حضن إثيوبيا، فلم ولن ينسى الشعب الإريتري المجازر والإبادة الجماعية والحرق والنهب والتقتيل واللجوء الذي ارتكبته عصابات هيل سلاسي في حقه، كما لم ولن ينسى شعار هيل سلاسي: نريد أرض إريتريا وليس شعبها. أما أنت يا معالي الوزير فمن حقك أن تطلق العنان لأحلامك استنادا على الأطماع التاريخية الإثيوبية في البحر الأحمر، واستنادا أيضا على التنازلات المشينة التي قدمها ويقدمها لك الدكتاتور إسياس في حق السيادة الوطنية الإريترية. منحتك صلاحية إبرام عقود واتفاقيات اقتصادية وتمثيل إريتريا في المحافل الدولية والإقليمية، ثم لتحلم بتكوين جيش وتمثيل دبلوماسي واحد، إلى أن وصلت في تصريحك الأخير هذا بعودة إريتريا إلى إثيوبيا. نقول لك معالي الوزير: خفض من مستوى أحلامك، فالشعب الإريتري يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى بفداحة الغدر الذي مورس عليه، وأن ما فشلت فيه الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة بقوة السلاح حققه إسياس بالغدر والخيانة. كما أن سياسة التهجير والإحلال الذي فشل فيه أيضا الاحتلال الإثيوبي بالقوة النارية من خلال حرق القرى والممتلكات تمكن من تحقيقه إسياس بمستويات قياسية جعلتك يا سيادة الوزير تتوقع بقرب عودة إريتريا إلى إثيوبيا. ولكن مع كل ذلك ما فات عليك وعلى الدكتاتور إسياس معالي الوزير بأن الشعب الإريتري وقبل أن تكون له دولة قاوم أطماع أباطرة بلادكم حتى فرض عليهم دفع الأتاوات على البضائع العابرة من الموانئ الإريترية إلى داخل إثيوبيا، ولك وله أن تراجعا التاريخ القريب وليس البعيد في هذا الشأن. كما أن الشعب الإريتري لا يمكنه أن ينسى التضحيات الجسيمة بالنفس والنفيس والبطولات الفذة لأبنائه البررة، كما لا ولن ينسى مرارة اللجوء المتطاول والمعاناة الإنسانية على مدى أجيال، والتي كانت مهرا مستحقا لاستقلاله الوطني وكرامته الإنسانية. ولذلك لن يفرط الشعب الإريتري في سيادته الوطنية قيد أنملة برغم كيد وتآمر الخائنين والطامعين. ونؤكد لك معالي الوزير أن عودة إريتريا إلى إثيوبيا لن تتحقق إلا إذا تحول الشعب الإريتري إلى فكر حركة الراستفارية واعتبر هيل سلاسي قديسا. عندها ليس فقط سيعود إلى حضن إثيوبيا إذا عمرت إلى ذلك الوقت، بل سيجعل من النصب التذكاري للراستفاري مزارا دينيا سنويا له، وهذا أمر مستحيل.
صوت إريتريا الديمقراطية. مالي حقر السبع اللواح أبا يزك الأخل كبراز حلواح لومي كنت مالي حقر السبع اللواح أبا يزك الأخل كبراز حلواح كسرتن كله نايت مال زكيري تاريخ نايت جانو معرفات كنزيلي كسرتن كله نايت مال زكيري تاريخ نايت جانو معرفات كنزيلي تراين بعيني تعيش المنسي أظلمون فيه زبل مسي تراين بعيني تعيش المنسي درتون فيه زبل مسي مالي حقر سبع اللواح أبا يزك الأخل كبراز حلواح لومي كنت مالي حقر سبع اللواح أبا يزك الأخل كبراز حلواح عدلي عيت قماري عمريت يقان وعطيها مفطاري أيوة عدلي عيت قماري عمريت يقان وعطيها مفطاري ما يا يوززنع نغرا يوزقادل ويلو عماتي نزيعات بدل ما يا يوززنع نغرا يوزقادل ويلو عماتي نزيعات بدل كبرى سمعتنا نلوم معلت حزنا لكم زغربنا مدب أبزي نعطو مسناي متسعي مدباتنا كسابنا الرخب سلام كرني دمت ديمقراسياوي إرترا